الأطروحة، انتقاء الأخلاقي. الحلقة الثانية: هل هذه الدراسة تتعارض مع الدين؟ وهل هي نوعا من ترسيخ العنصرية؟ وهل في اعتقادك أننا نستغل التحليل العلمي لأغراض أخرى كالسلم الذي نصعد عليه؟ مفهوم؟ في الجزء الأول من السؤال لا أجد تعارضا بل اتفاقا في كثير من الآيات والأحاديث من مختلف السندات تشير إلى الأمر من مختلف الجهات. الإشارات في بعض الأحيان صريحة جدا بين العمق والمحتوى. الأدلة القرآنية أحاديث سوف نضعها مكتوبة ولا نتعمق فيها، وما عليكم إلا الاستناد بها والبحث، لكن سوف نتعمق في التحليل العلمي. هادوما دوك نتوما تحبسوا الفيديو وتقراو الأدلة من القرآن ومن السنة. كان هناك انتقاء وكان هناك اختيار في السلالة أخلاقيا من ناحية الأخلاق. نجدها في الأنبياء تسلسل كما علي يعقوب وإبراهيم والعمران. تقدروا تحبسوا الفيديو تقراو الأدلة. لندخل مباشرة في التساؤل الثاني: هل هذا المقال تحليلي يثبت العنصرية؟ نحن نعلم أن النوع العنصرية الشائع بين البشر غالبا نجدها في التباين الفيزيائي الجسماني واللون بدون إهمال الجانب الديني أو العرقي. بعدها عمت بوادر العنصرية الانتماء للبلدان والأمم. مفهوم هذا النص، حيث كان في السابق مقتصرة إلا في الحضارات البائنة من الرومانية واليونانية والمصرية. أما الدينية في نفس الوقت مرتبطة بالعرق نجدها عند اليهود والهندوس. هذه الأخيرة لها أساس فيزيائي أيضا، ولربما في بعض الأحيان صيغة تاريخية كالماضي الاستعماري والكولونيالي ما بين الأمم والدول. لكن لو نظرنا بعمق نجدها أنها لا تخرج عن الميزة التي كررناها. في حالتنا هذه نحن لا ننفي العنصرية عن أطروحتنا، لكن هي عنصرية أخلاقية مبنية على مدى تأثير الانتقاء الإيجابي في نظرنا، والانتقاء السلبي أي الرجع الأخلاقي دائما في نظرنا. ولكي نفسر ذلك نقوم بمقارنة جارتين متجاورتين لهما حدود مشتركة، حيث استنتاجي أن لهما تاريخ ليس مشترك ولكن متداخل، اختلاف وعداوة راسخة. هذا على حسب اطلاعاتي ومتابعاتي. نزيد حتما معاكسة من حيث النتائج والخلاصات التاريخية والحالية، وخاصة المبادئ الأخلاقية للفرد والجماعة، وكذا الإفرازات على حدودهما محيطهما، حيث نستخرج نوعية المنافسات وأطورها من كلا الدولتين ونقارنهما لنعرفهما في الأخير المخاطر والإجراءات التي يجب اتخاذها، بما أنني شخصيا أنتمي لأحد هاتين الدولتين ألا وهما الجزائر والمغرب الأقصى. نزيد نقول لكم الحلقة الثالثة إن شاء الله، استناوها وكملوا معايا حتى تفهموا مليح الموضوع، ندخلوا في لب الموضوع.